يكون الكارفاغور دخلها تفوجا على راسنا وسلام فوجا قطعتها انا عندي في الطاحه احنا سميدريس اش ندير؟ عنده واحد السينما بيدير سمعنا الناس كيقولوا بان الورق ما بقاوش لا باقي امتى خديتهم انتم؟ البارح بالضبط ما عنده واحد السينما بيدير ثم جيب عليه موسيقى الأنوار منتدى السكان وحمار منتدى وحمار عيش بالأوطان على الأحرار موسيقى الأنوار منتدى السكان وحمار منتدى وحمار عيش بالأوطان للعلا علوان ذكرى كل جنان ذكرى كل لسان بالروح بالجسد هب فجاء فريدا في فمي وفي دمي وكتات وانا اخوتي ايام للعلا سعيان ننشد الدنيا عنا ولا نحيا بشعار الله الوطن الولي. كتشوف الروح الرياضيه بطبيعه الحال الرياضيه هي الاهم، بس كتشوف ان المنتخب الجزائري مساعد نفسيا وبدنيا للمقابله. وكيفاش بان لك المقابله الاخيره اللي قادها المنتخب الجزائري الوديه في اسبانيا؟ ان شاء الله يكون وسكور دواء سكور دواء يكون زوج الحمد لله الحمد لله بحال المغرب الجزائر كيف ان شاء الله تكون مقابله وديه يكون فيها روح رياضيه وان شاء الله والفوز اللي شحال كتظن ديال انصار المنتخب الجزائري غادي يحضروا المباراه؟ كاين تقريبا 2000 حتى 3000. شفنا على ما حسب ما قرينا في الاخبار بان وكاله الاطفال السياحيه رفعت لهم الثمن، دات لهم واحد الثمن باهظ جدا. ناقص ناقص لا بالعكس زايد زايد حوالي 5 ملايين و500 في الجزائر. شفنا بعض الانصار الجزائريين كيحاولوا يتسلوا بطريقه غير شرعيه. لا ما كاينش غير اشاعات فقط. اشاعات هذه في مصر هنايا لا في المغرب صاروا ما يديروهاش هذه. لاحقاش شفنا في بعض المواقع الالكترونيه بعض الانصار كيقولوا حراقه الى المغرب لا فيزا ولا باسبور. هذا اللي كل اشاعه حضرة تاع شعب برك كيما حراقه حضرة تاع شعب برك. احنا الاهم هي التشجيع. المهم احنا نكونوا في روح رياضيه ان شاء الله نتفاهموا الشعب مع الشعب ان شاء الله تكون في روح رياضيه وان شاء الله نرفدوا معاه ومير كي كان والخاوه المغرب الجزائر الخاوه. صحاب المنتخب الجزائري غادي ان شاء الله السكور يخرج دوان لصالحنا ان شاء الله المير كي كان. شكون الثاني ماركي جبور؟ يبدا جبور وغازال. جبور غازال. وبوصفة والشماخ وتعرف. شك عندي شك في المياه شماخ. وتعرف اللي يغلبوا دوزيام ديفيزيون في الانجليز؟ ما شكش ابار شماخ. ميرسي. الفريق الوطني ان شاء الله غادي يكون في المستوى غيكون في المستوى ان شاء الله وغادي نساو النتيجه ديال الذهب رغم التحكيم لعب فيها لعب كان هو السبب وان شاء الله غادي نفرحوا بزاف ولازم استقبال الفريق الجزائري باحسن استقبال لان المغرب معروف بالضيافه ان شاء الله يكون خير غادي نفرحوا بزاف والانسان خصو يكون دائما متفائل مع الفريق الوطني. النتيجه غادي تكون 2-0 ان شاء الله 2-0. الهدف الاول غيماركيه بوصوفه ان شاء الله. البيت الثاني غادي يماركيه الشماخ.
الحلقه ما عرفناش شنو في رجلينا، والمغرب معروف راه حنا فايتينو في الانتصارات، والتاريخ راه حاسب كلشي. الفريق الوطني ما يخيبش الجمهور المغربي، لان كما كيلاحظ الجميع اللقاء هو مفاتيح ابواب كاس افريقيا ولا كاس العالم، وكنظن بان اللعابه عندهم واحد المستوى اللي يقدروا يواجهوا به المنتخب الجزائري اللي مع احترامات له كنظن ما يخلعش المغاربه. ما كنظنش غادي يكون واحد الفرق كبير، لان كنظن بين تقارب اللعب المنتخب الجزائري ولا المنتخب المغربي، لان اغلبيه اللعابه كلا الفريقين الدول الاوروبيه ما غاديكونش واحد الفرق كبير في النتيجه، ولكن كنظن تكون بزاف المنتخب المغربي. ان شاء الله بغينا غير 1-0 ونربحوا، المهم 3 بوان ان شاء الله اللي غيديوها المغرب، 3 بوان اللي بغينا 1-0 ان شاء الله. وفيف المغرب وفيف البلاد.